الواحد لسه صاحي من النوم وجعان قوي مش عارف يعمل ايه. تفتكروا نعمل ايه؟ انا هقول لك، يلا بينا. عشان ما تحتارش كتير اعمل زي ما هعمل يا كبير، والمقادير مش محتاجه تدبير ولا تفكير. اكيد جوه كل بيت هنلاقي حبه خضره واي نوع جبنه، حتى لو حته جبنه قريش، عشان نعمل منها سلطه تنفعنا وقت ما نحتار نفطر او نتعشى او حتى نتغدى. ايه انواع الخضار راجع لرغباتك، وبالنسبه لي كترت البصل عشان كورونا ومناعه جسمنا، والطماطم عشان الجبنه الحادقه دايما تحب السوايل، بس الاهم ان الطماطم ما تكونش طريه عشان ما تدوبش فيها وتحس انك بتاكل عصير مش جبنه بخضره. والفلفل عشان زي ما انتم عارفين احنا بتوع الوحوح يا معلمين، فبالتاكيد هنحط فلفل رومي وحامي وكالعاده كل حسب رغبتك يا غالي، مع جزره مبشوره تدي لون وطعم وتعلق معانا في السنه الاخيره فوق على الشمال وتخليك تسيب الاكل وتحاول تسلك فيها قدر الامكان. والجبنه الصفرا دي جميله حادقه وطريه ولذيذه، فهنضيف منها نص المقدار، عشان عندنا جبنه قريش نحط منها النص التاني عشان تحليها. والاهم فوق كل ده شويه الطحينه اللي بيعملوا منها مزازه وتقل بتنعنش الاكل وتحليها. ودلوقتي جه دور التقليب بس بشويه زيت زيتون ونديها، وبكده انت عملت لك مخزون مش اقل من 4 أو 5 ايام، ممكن تفطر او تتغدى او تتعشى بيها، او حتى في اي وقت وانت معدي قدام التلاجة هات لك لقمه وحط حبه فيها، الاكل لا هتحمض ولا هيبوظ منك طول ما في التلاجة انت مخليها. اهم حاجه وانت بتنوي انك انت تاكل الجبنه تاخد اللي يكفيك في طبق خارجي، ما تاكلش في نفس الطبق عشان ما تبهدلش الدنيا. وبعد كده هنفقش معاها بيضتين على شويه لبن على معلقه شوفان ونروح نعملها قرص بيض يا معلم ونحل الكلام. والمهم انك انت لما تعملها هتحط فلفل اسود في الاخر وعليها شويه الملح ونغطي عليها عشان تستوي من تحت ومن فوق. كل الكلام ده اكيد انتوا عارفينه، لكن الاهم ان احنا هنظبط الليله دي كلها مع واحده عيش سن يظبط الاداء وفطار سريع نشارك به الاخوات. وكمان معلومه جايز تفيدكم يا شباب، لذلك ما تنساش اللايك والفولو والشير، واتمنى لي من قلبك الخير. وما فاضلش غير نصيحه هقولها لك في كلمتين، فيلا بينا نسمي الله ونصلي على نبينا صلى الله عليه واله وسلم. صباح الزبده عليكم. بسم الله. فطار خفيف ولذيذ، وبمناسبه الخفه واللذه خلينا ناخدهم في كلمتين فيما يخص الدايت. العيش السن ما فيهوش دواء عشان يخسسك، لكن هو بيخش كعامل مساعد على انه يخسسك. على الصبح واحد هناك هيقول لي ازاي، سالتني ازاي، فهجاوبك ازاي. اولا يا سيدي العزيز العيش ده ناشف مليانه رده. لو حضرتك رحت للصيدليه وسالته على حبوب بران او الرده هيديها لك وهيقول لك ان هي بتساعد على التخسيس، لكن الفكره في الحبايه او في الرده نفسها ان هي بتنفش في المعده، فنوعا ما بيحسسك بالشبع. ده غير صعوبه المضغ اصلا للعيش، بيحسسك بالملل بسرعه، وعلى ما تخلص اول رغيف تحس انك انت واكل 3 رغيف. وهو المطلوب اثباته في الدايت، انك تحس انك انت واكل كتير برغم انك انت واكل كميه قليله. انا اول ما ابتديت اكل العيش السن زمان كنت باكل رغيفين و3 ارغفه في الاكله الواحده. النهارده حرفيا لو قدرت اكمل النص يبقى زي الفل. كل اللي بتمناه ليكم ان كنتوا دايما تاخدوا خطوه تحاولوا بيها ان كنتوا تكونوا احسن من اي وقت فات عليكم، عشانكم مش عشان حد تاني. صباح الزبده. ما تنساش اللايك فولو شير، واتمنى لي من قلبك الخير في رعايه الله وحفظه، وصباح الزبده على عيونكم.